أهلا بكم. كام يوم اللي فاتوا دول الكرة المصرية حصل فيها زلزال، يعني كأن عصر بحاله بينتهي. في تحليل ده هنحاول نفهم مع بعض إيه اللي بيحصل بالظبط. الموضوع كله حصل في كام يوم ورا بعض. تخيلوا أكبر نجم في تاريخك بيعلن نهاية رحلته، وفي نفس الوقت أكبر ناديين عندك بيغرقوا في أزمات داخلية عميقة جدا. تمام، دي الأجندة بتاعتنا. هنبدأ طبعا بالقصة الكبيرة محمد صلاح. بعد كده هندخل على الدوري المحلي ونشوف إيه حكاية الثورة في الأهلي والصدمة اللي واخدها الزمالك. وفي الآخر خالص هنقف عند السؤال المهم، كل ده رايح بينا على فين؟ نبدأ بأول وأهم خبر، الخبر اللي لف العالم كله فعلا. محمد صلاح في فيديو أكد إن الموسم ده هو آخر موسم ليه مع ليفربول، خلاص. وهنا بقى لازم نقف شوية. الموضوع مش مجرد لاعب ناجح، لا، صلاح عمل حاجة تانية خالص. هو حرفياً كتب التاريخ من أول وجديد. الهداف التاريخي للأفارقة في دوري الأبطال، واحد من أكبر هدافين الدوري الإنجليزي في تاريخه، الهداف الأول لليفربول في عصر بريمير ليج، شال كل البطولات الممكنة مع النادي، يعني مفيش حاجة ما عملهاش، إنجازات مرعبة. توقيت الإعلان بالشكل ده معناه إن غالباً في اتفاق حصل خلاص. السؤال بقى اللي شاغل كل الناس، رايح فين بعد كده؟ زي ما احنا شايفين في تكهنات عن أندية كبيرة في أوروبا زي باريس سان جيرمان أو برشلونة، وفي كلام عن رجوعه لإيطاليا. بس الصراحة كل الأسهم وكل التحليلات وبنسبة تكاد تكون محسومة بتشاور على اتجاه واحد بس. طيب، ليه الدوري السعودي؟ الموضوع ليه كذا بعد. أولاً من الناحية التسويقية، صلاح هو واجهة الكرة العربية، وجوده هناك مهم جداً للترويج لكأس العالم 2034. ثانياً من الناحية الثقافية، هتبقى بيئة قريبة من مصر. وطبعاً ثالث حاجة من الناحية المالية، في عرض على الترابيزة مفيش أي نادي في أوروبا يقدر حتى يقرب منه. تمام، ده بالنسبة للقصة العالمية. نرجع بقى للمشهد المحلي، لأن الموضوع بيكمل بعضه. صلاح بيجهز عشان يمشي من أوروبا، والأهلي في نفس الوقت بيجهز لرحيل جماعي شكله غريب جداً. الجملة دي بتلخص كل حاجة، الباب يفوت جمل. دي مش مجرد كلمة بتتقال، لأ، دي بقت السياسة الرسمية جوه النادي. الرسالة واضحة وصريحة، أي نجم مهما كان اسمه مش عاجبه الوضع، مع السلامة، النادي أهم. طب إيه اللي وصل الأمور لكده؟ المصادر كلها بتتكلم عن حاجة واحدة، غيرة ومشاكل في أوضة اللبس بسبب الفروقات المرعبة في عقود بعض اللعيبة اللي بياخدوا ملايين الدولارات، وده كسر روح الفريق من جوه. والكلام ده مش نظري، بصوا على قائمة الأسماء اللي ممكن تمشي دي. بنتكلم عن إمام عاشور، الشناوي كابتن الفريق، طاهر محمد طاهر، أليو ديونج، وحتى بن رمضان. يعني احنا بنتكلم في هيكل الفريق الأساسي ممكن يتغير بالكامل. نسيب الأهلي ونروح للغريم التقليدي، الزمالك. اللي بيحصل هناك أزمة من نوع تاني خالص، ضربة، بس المرة دي مش في الملعب، الضربة دي جت من بره الملعب خالص. القصة باختصار، حكم محكمة نهائي بات مفيش فيه استئناف. الحكم ده سحب من نادي الزمالك ملكية أرضه في مدينة 6 أكتوبر، الأرض اللي كانت حلم الاستاد والفرع الجديد. طب ليه المحكمة خدت القرار ده؟ بصوا على المقارنة دي. الخطة كانت نادي اجتماعي واستاد عالمي. الواقع بعد 23 سنة، أيوة 23 سنة، اللي اتبنى أقل من 1%. والأسوأ إن الإدارات غيرت تخصيص الأرض بشكل غير قانوني عشان تبيعها كعقارات. دي مخالفات صريحة. وهنا بقى المصيبة الأكبر، الرقم ده مئات الملايين. دي الفلوس اللي النادي خدها كمقدمات حجز من المستثمرين. دلوقتي بحكم المحكمة الزمالك لازم يرجع كل الفلوس دي. طب هيرجعها منين وهو أصلاً عنده أزمة سيولة؟ دي قنبلة مالية انفجرت في وش النادي. طيب لما نحط كل ده جنب بعض، أكبر نجم عندك في التاريخ بيسيب أوروبا، أكبر ناديين عندك الأهلي والزمالك، واحد بيعمل ثورة داخلية والتاني واخد ضربة مالية قاضية، الصورة بتبقى مقلقة جدا. وهنا نوصل للسؤال الأخير، بعد رحيل الأسطورة وبعد أزمات القطبين، هل دي مجرد نهاية حقبة ولا ممكن تكون بداية لانهيار كامل؟ هل دي فرصة نبني من أول وجديد على صح، ولا ده فصل جديد في مسلسل تدهور الكرة المصرية؟ السؤال ده هنسيبه مفتوح. شكراً جداً لمتابعتكم.